اهلا يا اصحابي. النهاردة جبتلكم حدوتة جديدة من حكايات وين الدبدوب، اسمها كأس الغابة. كان يا ما كان في قديم الزمان، وفي يوم جو جميل اتفق وين الدبدوب مع اصحابه ان هم هيعملوا سباق. السباق ده كان سباق جري، يعني كلهم هيجروا واللي يوصل الأول هو اللي هيفوز بكاس الغابة الخضراء. أرنب كان واثق قوي في نفسه، وكان عارف إنه هو أسرع واحد بين أصدقائه، فكان متأكد إن هو اللي هيكسب الكأس اللامع الجميل ده. وقال لنفسه كده: أنا بس مش عايز أصحابي ينزعجوا إن هم مش هيكسبوا النهاردة، لأن أنا ناوي أكسب السباق ده وأفوز بالكأس الجميل ده. أما صديقهم حوار اللي هو الحمار قرر إن هو هيتفرج على السباق بس، مش أنا. وقال لهم: أنا مش ناوي إن أنا أدخل السباق ده. وكان في مجموعة ذباب بيطير فوق راسه، شوية دبان عمالين يطيروا فوق راسه عمالين يضايقوه. وبعدين فكر: أنا مش هشارك في السباق ده لأن أنا عارف إن أنا مش هكسبه. وده طبعا عدم ثقة بالنفس، لازم كلنا نجرب علشان نعرف إذا كنا هنقدر ولا لأ. لكن في النهاية حوار قرر إن هو هيشارك في السباق، وبدأ السباق وكل الأصحاب بدأوا يجروا بكل قوتهم. لكن حوار وهو بيجري الدبان كان عمال يطير فوق راسه وعمال يضايقه، فهو قرر إن هو هيفضل يجري عشان يبعد عن الدبان. أرنوب طبعا كان هو أسرع واحد، وكان هو في أول السباق، هو كان الأول، هو اللي هيكسب ولا إيه؟ لحد ما لقى حوار عمال يجري ليه؟ علشان هو بيهرب من الذباب، وراح عدى أرنوب وسبقه في الوصول لخط نهاية السباق. ويني وأصحابه فضلوا يسقفوا وقالوا له: يا حوار مبروك، انت اللي فزت في السباق. لكن حوار ما كانش منتبه اصلا لكلامهم، وكان مشغول بان هو عايز يبعد عن الذباب المزعج. لكن أرنوب كان عايزهم يبدأوا في المستوى التاني من السباق، والمستوى التاني كان عبارة عن أعلى قفزة. كل واحد فيهم هيقفز ونشوف مين فيهم أعلى واحد. طبعا أرنوب كان بيقول لنفسه: أنا اللي هكسب، أنا أعلى واحد. وبالتالي فضل يشد في حوار يقول له: يلا عايزين نبدأ السباق التاني، يلا نجرب ونشوف مين أعلى واحد. وفعلا أرنوب بدأ يقفز قفزات عالية جدا وعمال يضحك وبيقول: شفتوا، مفيش حد هيقدر يقفز أعلى مني. وفي نفس اللحظة دي الذباب كان عمال يضايق حوار تاني، وعمال يضايقه بقى أكتر من الأول، وهو عمال يحاول يبعده عنه. حوار والدبان عمال يضايقه، فضل يحرك ودنه جامد علشان يبعد الدبان. وهو بيحرك ودنه جامد، ودنه بقت عاملة زي الجناحات اللي بتطير بسرعة في الهوا. راح طار في الهوا ونزل تاني، والقفزة بتاعته كانت أعلى من قفزة أرنوب. وبالتالي بما ان قفزته اعلى من قفزة أرنوب، فهو اعلى واحد فيهم، وهو اللي كسب السباق ده كمان. كل الاصدقاء بما فيهم أرنوب فضلوا منبهرين قوي بحوار، وفضلوا يسقفوا له ان هو كسب السباق. وفعلا أرنوب خد الكاس الذهبي وسلمه لحوار، لانه كسب في السباقين، سباق الجري وسباق القفز، يبقى هو كده اللي يستحق الكأس. حوار بس كده باندهاش ومش فاهم ايه اللي حصل. وبعدين جات له فكرة حلوة. ايه هي الفكرة؟ خد الكاس ده وحطه على راسه وقال لهم: شكرا يا اصحابي على كأس الغابة الرائع الجميل ده، الكاس ده هيحميني من الذباب المزعج.
وينو وأصحابه فضلوا يضحكوا على حوار بشكله وهو حاطط الكاس فوق راسه. وبعدين أرنوب قال: بما إننا عرفنا مين الفايز بالكاس، يلا بقى نلعب كلنا ونمرح. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ وسؤال حدوتة النهاردة: يا ترى مين اللي فاز في السباق وخد كأس الغابة؟ اللي عارف فيكم يكتب لنا في الكومنتات. ولو عجبتكم الحدوتة اعملوا لها لايك واشتراك علشان تشوفوا باقي الحواديت. تصبحوا على ألف خير يا حلوين.